اللي عايز ينجح بجد ويتألق ويتميز يدرس حياة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. الراجل ده ما كانش موهوب بس، وما كانش صديق الملوك والرؤساء فقط، لا، كان حبيب الشعب. وما كانش بيحابس نفسه في إطار معين، لا، ده طور نفسه وسبق عصره، وما كانش ومضة لأنه فهم اللعبة بدري. حتى الجلسة بتاعته لما كان يجي يسجل كان بيهتم جدا بانه يسجله من البروفايل اليسار عشان هو بيبقى احسن. في نفس الوقت بمكير بيصلح شعره. لما توفت ام كلثوم وبدات الجرايد تكتب عن وفاتها، حب الفنان سمير صبري ان يعمل حوار مع موسيقار الرجال محمد عبد الوهاب عن علاقته بام كلثوم في اغنيه انت عمري. فوجئ بان محمد عبد الوهاب يماطل، قال له الحد هتسجل الاربع لحد ما 40 يوم من وفاتها مروا. وفوجئ سمير صبري بتليفون محمد ابو وهاب، قال له انا جاهز للتسجيل. فعلا راح سجل، اتكلموا عن ام كلثوم وعن امير الشعراء احمد شوقي وعن سيد درويش. لكن فوجئ سمير صبري ان الموسيقار محمد ابو وهاب طلب انه يشوف الحلقه قبل اذاعتها، وقال له احذف كل حاجه ما عدا الحديث عن ام كلثوم فقط. فعلا سامي صبري نفذ اللي قاله، لكن برضه فوجئ بمفاجاه تانية ان قبل اذاعته البرنامج الدولي الحلقه بتاع ام كلثوم مع محمد ابو وهاب، فوجئ ان محمد ابو وهاب بيعتذر له وقال له انا كلمت وزير الاعلام انه يؤجل الحلقه اسبوع عشان عايز اضيف حاجه. بعد ما اعلن سمير صبري عن الحلقه اعتذر للناس وقال لهم معلش حدث عطل فني. وبعد اسبوع ما انتهى فوجئ ان محمد ابو وهاب قال له زي الحلقه زي ما هي. اكتشف سمير صبري بعد كده ان محمد ابو وهاب كان بيحاول يشوق الجمهور قال ايه عن ام كلثوم، وله ذكاء جدا في انه متى يظهر ومتى يتحدث ومتى يقول رايه ومتى يتوقف عن الاجابه. الحقيقه هذا الرجل لازم يدرس، لانه فعلا اسطوره عرف كيف يصنع نفسه. انا عايز اقول لك انت لو قريت قصه حياته هتستمتع جدا وهتستفيد. حبيت اقول لك على قصه من قصص موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب. تحياتي.